ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هوريكم بقى المشتريات بتاعة الصيام، بما اننا خلاص دخلنا على الصيام والنهارده اول يوم في الصيام. فهوريكم بقى الحاجات اللي هنعمل بيها فيديوهات مع بعضينا وهتشوفوها بعينيكم، وكل حاجة من كل الحاجات دي هقول لكم هنعمل بيها ايه في الفيديوهات اللي جاية، عشان تحضروا نفسكم بقى معايا وتحضروا الطلبات بتاعتكم. طبعا في حاجات تانية في المطبخ اصلا اوريدي كانت عندي، بس دي الحاجات اللي هي مش عندي. تمام. ففي الفيديوهات هتلاقوا بقى تفاصيل اكتر، بس دي المضمون يعني بتاع الحاجات والمشتريات اللي المفروض نشتريها قبل الصيام. تعالوا نبدأ مع بعضينا عشان ما اطولش عليكم الفيديو. اول حاجة جبتها طبعا الفاصوليا البيضاء، طبعا العدس ما فيش استغناء عنه. هوريكم طريقة حلوة قوي للعدس هنعملها مع بعضينا، وهنزل لكم فيديو ليها طريقة حلوة. ده طبعا التونة. طبعا جبت مكرونة كذا نوع، دي اللي هي الاسباجيتي، ودي اللي هي المكرونة الصغيرة، ودي المكرونة الريشة. طبعا الرز ده ما بستغناش عنه خالص. دي علب فول، حاجات سريعة، جبت حاجات سريعة تتعمل سريع، وحاجات تانية هنعملها بقى مع بعضينا. دي برضو أكلة حلوة قوي بحب أعملها في الصيام. ده بروكلي وقرنبيط، حلو قوي هعمله لكم بطريقة حلوة قوي وهنزل لكم الفيديو بتاعها. دي حاجة جاهزة بقى على السريع بتتعمل ومش هتاخد منك وقت وهتحبيها، وأطفالك هيحبوها جدا وهياكلوا الخضار لو عملتيه بالطريقة اللي أنا هعملها في الفيديو. الفول ده عشان على السريع كده يتعمل، لو انتي مش عاملة حسابك يعني على أكل، بس أنا هعملهولك برضو بطريقة حلوة جدا. يعني مش هيبقى جاهز كده وخلاص منه للطبق على طول، لأ هعملك فيديو حلو قوي بيه. عندي برضو هنا الفول ده انا بحب اجيب النوع ده اسمه فايز السوهاجي، ده حلو جدا للتدميس. هدمسه معاكم وهوريكم ازاي نعمله حلو خالص، وازاي نعمله بطريقة يكون زي الزبدة بالظبط. دي برضو همبرجر سريع، ده بجيبه برضو عشان مثلا ايه سندوتش على السريع. بس هعمل لكم البرجر الصيامي، وهعمل لكم الكفتة الصيامي، وهعمل لكم البانيه الصيامي. يعني كذا حاجة هعملها لكم فيديوهات وهنزلها لكم ان شاء الله، بس تابعوني بقى على القناة. ده فلفل اسود حبوب عشان ما كانش عندي. ده بيكنج باودر. ده حمص اللي هو زي حمص الشام ده، او اللي هو الحمص الاصفر ده اللي هو اللي بيتعمل. هعمل لكم برضو بيه حاجات، وانا اوريدي نزلت لكم طريقة الحمص بكمان بالطحينة، نزلته لكم النهاردة. دي شوية خضروات بقى لزوم الصيام، بصل اخضر وشبت وبقدونس وكزبرة عشان شوية حاجات برضو هتتعمل. دي بطاطس برضو لزوم الصيام. عدس بجبة طبعا مفيش استغناء عنه، عشان هنعمل مع بعضينا الكشري اللي في الحلة الواحدة، ولا هتعملي حلل كتيرة ولا حاجة، حلة واحدة هعملك فيها كل الحاجات وفي خطوات سهلة وبسيطة. عندي فول صويا جبته برضو وصفات هعملها. فول مدشوش طبعا عشان الطعمية. هنعملها الطعمية مع بعضينا وهخليها لكم حلوة قوي. بدنجان مسقعة طبعا او بدنجان متحمر. ده بنجر، هعمل لكم بيه حاجات بقى ضرورية جدا في الصيام وضرورية كمان للجسم، يعني هقول لكم عليها في الفيديو اكيد اللي هعمله. ده طبعا فريك. وده فلافل بتكون بودر كده جاهزة على السريع بنعملها، علشان عقبال ما نعمل بقى ونبل الفول وكده يبقى عندنا حاجة جاهزة لأي ظروف يعني. ده نشا، دي طبعا اللي هي البقسماط. دي خميرة غذائية، هوريكم بقى هنعمل بيها ايه، يعني اعرفوا شكلها اهي. وانا برضه هعمل الفيديوهات بتاعة الاستخدام بتاعها، هوريكم الشكل تاني اكيد عشان لما تحبوا تجيبوها تبقوا عارفين اسمها وتبقوا عارفين تجيبوها منين.
دي طماطم عشان هعمل لكم برضو بيها حاجة حلوة. دي البطاطس، الحاجات الجاهزة بقى لزوم الحاجات الجاهزة. يبقى ده كده الحاجات بتاعتنا بتاعة الصيام. تجهزي بيتك بقى على السريع، حاجات سريعة وحاجات بقى للعميل. هعمل لكم كام وصفة حلوين قوي قوي، تعملوهم وتخلوهم في التلاجة او في الفريزر وتعملوا منهم. بصراحة هتحبوهم قوي، وكمان اولادكم هيحبوها وهيحبوا الصيام على ايديا ان شاء الله. كده تمام. احنا ما جبناش ولا سمك ولا جبنا جمبري ولا اي حاجة خالص، الحاجات دي لسه بقى شوية كده نقدر نجيبها. انا دي تجهيزات علشان في فيديوهات هعملها بالحاجات دي كلها. غير بقى الحاجات الجاهزة اللي انا وريتها لكم، زي ده جاهز وده جاهز على السريع. تونة، طبعا التونة ليها فيديو هينزل حلو قوي، او اوريدي نازل مش فاكرة. ليها وصفة حلوة قوي التونة، ممكن لو هو نازل على القناة هحط لكم اللينك في صندوق الوصف عشان تشوفوها. الفول هعمل لكم بيه شوية حاجات فظيعة. يلا تابعوني وتابعوا القناة، مش عايزة اطول عليكم. وجهزوا بقى الحاجات دي معايا لو انتوا ما عندكوش الحاجات دي، او استنوا فيديو ينزل وشوفوا الخطوات وشوفوا الحاجات وابدأوا اعملوا معايا حاجة حاجة، وان شاء الله مش هتزهقوا من الصيام نهائي. والحاجات دي هتكون حلوة ليكم ومفيدة ليكم ولأولادكم. يلا باي باي.